بناديت عالغياب وقطعت بحر وسماء وليل وصبح وغياب من كل صوب وحي الناس وصوني بوس خدود الأحباب وسلم على الأحباب Heavy FM. يا دارنا يا دارنا يا معمرة بأرض الأزل والغيم مرجوح الصلاة والخير طالع عالجبل. يا دارنا يا دارنا يا معمرة بأرض الأزل والغيم مرجوح الصلاة والخير طالع عالجبل. يا جناح ضايع وهدانا والصيف جاي عن هذا يا دار ما يهمك حدا عدنا لك سهراني وبابا. يا دارنا يا دارنا يا معمرة بأرض الأزل والغيم مرجوح الصلاة والخير طالع عالجبل. يا دارنا يا دارنا يا معمرة بأرض الأزل والغيم مرجوح الصلاة والخير طالع عالجبل. يا طير ضايع وهدانا والصيف جاي على هذا يا دار ما يهمك حدا عدنا لك سهراني وبابا. مهما تهدر وتدور الايام ضل بلادي زور يا طير السلام. مهما تهدر وتدور الأيام ضل بلادي زور يا طير السلام. في كلب مطور مرجوح الزهور هواها بطر ومجدها عسل. يا فرحة طيري وسكيني ببيوت امل وسعدتيني. يا فرحة طيري وسكيني ببيوت مل وسعدتيني. ويا شمس عبلاني نحيني وكتبي قصايد غزل. يا دارنا يا دارنا يا معمرة بأرض الأزل والغيم مرجوح الصلاة والخير طالع عالجبل. يا دارنا يا دارنا يا معمرة بأرض الأزل والغيم مرجوح الصلاة والخير طالع عالجبل. يا طير ضايع وهدانا والصيف جاي على هذا يا دار ما يهمك حدا عدنا لك سهراني وبابا. Heavy FM. عمرتك بسنود على صخر الصوان صيشتك بورود محبي وإيمان. عمرتك بسنود على صخر الصوان سيشتك بورود ومحبة وإيمان. رسمت لك حدود آخر هالزمان يا تراب الجدود بالعز جبل. يا فرحة طيري وسكيني ببيوت امل وسعدتيني. يا فرحة طيري وسكيني ببيوت مل وسعدتيني. ويا شمس عبلاني نحيني وكتبي قصايد غزل. يا دارنا يا دارنا يا معمرة بأرض الأزل والغيم مرجوح الصلاة والخير طالع عالجبل. يا دارنا يا دارنا يا معمرة بأرض الأزل والغيم والغيم مرجوح الصلاة والخير طالع عالجبل. يا جناح ضايع وهدانا والصيف جاي على هذا يا دار ما يهمك حدا عدنا لك سهراني وبابا.
انت ومارق بالشوارع حد الاشارات بتلاقيه في شرطي ضايع بين السيارات، وفي بيعة خضرة وسيارة بلا نمرة، وأراجيل اصحابها ما بيحكوا إلا بالليرات. وخلف الموقف في دكاني صاحبها نعسان، عم ببيع الخس قناني والجبن دخان، وببيع الايام يومية وبينام، تارك طربوش وعم يخطب عرفه في الدكان. هيفي اف ام. ايدي للليرات شو مشتاقة، والمية مشتاق عالدوراقة، يا ليرة عالبعد ببكي فراقة، يمكن يجي نهار ونتلاقى. ايدي للليرات شو مشتاقة، والمية مشتاق عالدوراقة، يا ليرة عالبعد ببكي فراقة، يمكن يجي نهار ونتلاقى. انت ومارق بالمدينة تمشي عالطرقات، بتلاقيه في عيد وزينة وعجق التاكسيات، بس الطفرانين بعدهم طفرانين، وحالتهم بعد حزينة وما معهم ليرات، ما معهم ليرات، وما معهم ليرات. خطبوها وبالجواهر شنشلوها، خطبوها وبالجواهر شنشلوها، وعلموها تحب غيري، وعلموها تحب غيري، وقلبي غيري. هيفي اف ام. سلموها خطبوها بالجواهر شنشلوها، خطبوها بالجواهر شنشلوها، وعلموها تحب غيري،
أشواقي وحنيني وصلوها للمدينة وبالهدايا حملوها وصلوها للمدينة وبالهدايا حملوها خطبوها بالجوارب شنشنوها خطبوها بالجوارب شنشنوها علموها حبي غيري علموها حبي غيري وقلبي غيري سلموها وقلبي غيري سلموها heavy FM. آهي من ظلم القرايب بعدوا عني الحبايب آهي من ظلم القرايب بعدوا عني الحبايب خلوا شعري يبقى شايب لما عني أبعدوها خلوا شعري يبقى شايب لما عني أبعدوها خطبوها بالجوارب شنشنوها خطبوها بالجوارب شنشنوها علموها حبي غيري علموها حبي غيري وقلبي غيري سلموها وقلبي غيري سلموها تعتبر المهرجانات عنوانا لنشاط ما، وكان مهرجان الشعر الكردي التاسع عشر في 7/11/2014 إحياء وتشجيعا للشعراء الكرد. نلتقي اليوم مع الأستاذ محمد شيخو لنتعرف أكثر على كل ما يتعلق بهذا المهرجان ومستقبله. أستاذ محمد شيخو، مرحبا بكم في منتدى هيفي الثقافي على أثير راديو هيفي FM. أهلا وسهلا بكم. أستاذ محمد، من أين جاءت فكرة إقامة مهرجان للشعر الكردي؟ بصراحة لكل شعب يوم لكل فعالية من فعالياته
اتفق المثقفون الكرد والكتاب الكرد في عام 1993 باعتبار يوم رحيل الكبير الشاعر الفز جقرخوين، يوم رحيله 22/10 في كل سنة يوما للشعر الكردي. كيف تم تشكيل اللجنة التحضيرية للمهرجان؟ وهل هناك معايير محددة لعضوية هذه اللجنة؟ المهرجان الأول التأسيسي كان 1993 بحضور شعراء الكبار، وكانت بدعوة من الأستاذ الدكتور عبد المجيد شيخو وحيدر عمر، وكان السيداية يريج وكلاش وعمريل علي وفرهاد شلبي والمرحوم رزو، كل هؤلاء كانوا حاضرين طبعا، ونحن والأستاذ دلاور زنجي والكثير، وحضره من كافة أرجاء المناطق الكردية في رجباء كردستان. أما بعد ذلك فقد قمنا أنا والمرحومين الأستاذين رزو وفرهاد شلبي، كنا من لجنة المهرجان الثاني والثالث والرابع وإلى السادس، وكنا نطبع الكتب أيضا للمهرجان. وكانت هذه المهرجانات تقام في عفرين في ربيع النبيهوري. كل نهاية المهرجان ندعو الذين يجدون في أنفسهم المقدرة للعمل والنشاط. للأسف يعني الكثير يسجل اسمه في اللجنة ولا يعمل، فقط التسجيل. ونحن نريد أن الذي يحب أو يجد في نفسه مقدرة العمل أن يأتي، لأن هذا العمل تاريخي ويستلزم نشاطا دؤوبا، ويجب تشكيل لجان لاستقبال الشعر ودراسته وتأمين المكان والمصدر التمويلي اللازم. للأسف يعني المهرجانين السابقين هناك مديونية في اللجنة، والحركة السياسية لا نقول مقصرة، ولكن يعني بالها طويل. التمويل عادة من أين يأتي التمويل عادة اللجنة تتفق في المجلس الوطني أو أي جهة يتفقون عليها فيذهبون إليها. وهذه السنة لم يصل إلينا إلى الآن شيء. بعد كل هذه السنوات كيف رأيتم السوية الفنية في المهرجان؟ السوية الفنية بصراحة نتيجة افتقار اللجنة إلى معايير محددة. أنا رأيي ودائما أطرحه، ولماذا لا يعمل به لا أدري. نريد أن تجتمع اللجنة وتختار من نفسها أكفاء في مجال تقييم الشعر، ويقبل النص الذي يستحوذ على بعض المعايير التي تحددها اللجنة. يعني ليس هناك معايير محددة لقبول النصوص، والله فقط لمجرد أن يسجل أحد الشعراء اسمه يكون يأتي إلى المهرجان ويلقي قصيدة. والله للأسف الشديد نريد أن نتخلص من هذه الآفة، يعني بصراحة آفة هذه. يعني يجب أن نرتقي بأعمالنا دوما نحو الأفضل. في كل مهرجان تتكرر نفس الأخطاء. نريد أن تتشكل لجنة وتأتي وتغربل النصوص، والنص الذي يكون صاحبه قد تعب معه وهو نص يمتاز بالإيحاء والصور الشعرية الجميلة والترابط اللغوي شبه خالي من الأخطاء الإملائية والنحوية والكذا. يعني الآن تأتينا نصوص من هب ودب وفيها ما طاب لنفسك إذا كنت تريد أن ترى الأخطاء. الموضوع الشعر شعر، سواء كان مسبوكا ضمن إطار لغوي وقوافي وأوزان
وإذا كان كلاما جميلا بدون وزن ولكن له إيقاع داخلي وتناغم داخلي. طبعا قصيدة النسر هي من أصعب فنون الكتابة، لأن الشعر الكلاسيك يستطيع أن يقدم لنفسه بعض لديه حجج، لديه شيء جاهز اسمه وزن، اسمه مقطع، اسمه وزن هجائي، أو حتى من القصائد من على وزن البحور. ويعتبر ذلك بعضهم أنها قيود. لا طبعا، لا، ليس أنه بتصور الإجادة في الشعر أو أن يجيد الشاعر ويكتب قصيدة جميلة وفيها إبداع. الإبداع أينما كان يدلك على نفسه، نعم، يناديك، لأنه يستطيع ربما بإيقاعه أو بالصورة التي موجودة فيه أو بمعناه أو القصيدة تعتبر عمل معماري، هندسة معمارية جميلة يقوم الشاعر بهندستها من خلال رؤاه. يعني هي القصيدة هي عبارة عن رؤية الشاعر نحو العالم. نعم. فعندما يكتب هذه الرؤية عن طريق الكلمات فإن رسمها على الورق ليس مجانيا، إنه يعتمد على هندسة معينة عبر ذاكرته التي تسيطر عليها اللاواعيات الموجودة في لدى الإنسان. لكن الشيء الذي يجب أن على الأقل في المهرجان القادم، أنا بتصوري يجب أن تكون هناك لجنة هل اختلف مهرجان هذا العام عن مهرجانات الأعوام السابقة؟ هذا العام الكم والنوعية القصائد التي ألقيت؟ والله لم يختلف. لماذا؟ لأن الأشخاص تتكرر، الأسماء تتكرر إلا ما ندر، يعني حوالي أقل من 10 أسماء جديدة شاركوا. وبتصوري يعني أنا كنت من لجنة المهرجان وكانت القصائد تأتينا واقترحت على زملائي هذا الأمر، ولكن لم حدث هناك تقصير في الاجتماعات ولم نستطع تقييم القصائد. وقرأ يعني لم تستبعد إلا قصيدتين من كل القصائد التي جاءت، يعني جاءت إلى المهرجان أقصيتم فقط قصيدتين. أيوة. وأعتقد داخل المهرجان أيضا أقصيت قصيدة. لا، قصيدة كانت صاحبها اجت هاتين القصيدتين إلي وكانت بدون أسماء، وحينما قرأنا عناوينها أحدهم تعرف على قصيدته والآخر لم يتعرف. المهم العمل يجب أن يكون مدروسا ومخططا مسبقا حتى تذهب إلى مهرجان ناجح. أستاذ محمد، هل تعتقد أن هذا المهرجان أضاف شيئا للقصيدة الشعرية الكردية؟ بصراحة هي المهرجان حافز عندما طريقة إعطاء الجائزة خطأ. عندما تحفز الشعراء تجعل لهم جائزة كبيرة وذات قيمة معنويا وماديا، فالشعراء يتحفزون للمشاركة ويقدمون نتاج جميل وأفضل ما لديهم. وتكون هناك منافسة بين القصائد. لذلك بتصوري هذا حافز في السنوات القادمة يجب أن نعمل في هذا المسار.
لماذا لا تقوم مؤسسة ثقافية ما مثل اتحاد كتاب الكرد سوريا بمهمة تنظيم مثل هذه الفعاليات؟ في السنة القادمة سنعرض هذا على أخوتنا في اللجنة، وبتصوري أغلب هؤلاء أيضا ينتمون إلى اتحاد كتاب الكرد. هل تعتقد أنه هناك اعتراض على هذه المسألة؟ والله لا أتمنى أن يكون هناك اعتراض. لماذا؟ لأننا سوف نشرك في اللجنة ناس أكفاء يستطيعون حمل الأعباء. هذه السنة والسنة القادمة والسنة، لماذا تأخر المهرجان هذا العام؟ بسبب عدم اجتماع اللجنة، لم تجتمع. كنا نتكلم على الأعضاء والأعضاء لا يحضروا. أما إذا كان هناك جهة كل مستلزمات المهرجان تتكفل بها هذه الجهة، وبشكل خاص الناحية الفنية واختيار القصائد. شيء معيب أن يحضر جمهور ويجلس 4-5 ساعات وتتلقى في ذاكرته ما هب ودب من الكلام الذي ربما يعجبك قليله ولا يعجبك كثيره. نعم. وهذا التشتت بين في الحركة الثقافية ألا يؤثر ذلك على إقامة مهرجان شامل لكل الشعراء الكرد؟ بصراحة إذا كنا واعيون وندرك المسؤولية التي تقع على عواتقنا، كل من جهته يستطيع أن يدلو بدوره وأن يساهم بما يستطيع. والحب هو الشيء الجميل الذي يجب أن يسود في علاقاتنا. أستاذ محمد، اقترحت الآن أنه لماذا لا يتم تحديد 3 قصائد فائزة وبالترتيب، ليكون ذلك حافزا وتشجيعا للقصيدة الفائزة ولبقية القصائد لتلتحق بركب هذا النجاح. بصراحة لكل مهرجان خصوصياته. حينما تحدد لجنة وتقول لها هذه مهمتك، فإن هذه اللجنة هي التي ستتكيف بالظروف المحيطة بها. نحن مسبقا لا نستطيع أن نقول، ولكن من المأمول أن يتم اختيار لجنة كفؤة تستطيع أن تفرز الغث من السمين، وتستطيع أن تعلي من قامة المهرجان، وأن تجعل بصمته في الزمن موجودة، ولا تنسى أو لا تنساها ذاكرة الحاضرين. يعني الحاضرون في المهرجان هذا العام، أحدهم أمس قال لي: والله تعبنا. لماذا؟ لأن هناك كم هائل من القصائد، وكان أصحابها كنت أتمنى أن يكون كلامهم جميلا، ولكن للأسف. وأيضا الإدارة قصرت، وكنا لم نفكر أن في مجال الضيافة، في مجال توزيع يعني القهوة والشاي، وهناك أيضا كان هناك تقصير. أستاذ محمد، ضمن المهرجان أنا لاحظت وقد حضرت ذلك هناك نوع من المافيوية الشعرية والأدبية. مثلا أحد الشعراء أثناء إلقاء قصيدته يلاقي تصوير، بالمقابل هناك بعض الشعراء وكانوا جيدين ولكن يهمشون بالتصوير وبالتصفيق وبالتشجيع. لا يخلو الأمر من هذا الأمر. هذا عائد عن شخصيتنا وسيكولوجيتنا الاجتماعية. في الحقيقة الشخصيات ذات السلوك غير السوي أينما حلت تحل معها أخلاقياتها. ولكن الشيء الطبيعي أن يكون هناك تساوي بين الجميع في المهرجان. الإعلام أيضا مزاجي، وإعلامنا حزبوي للأسف الشديد. هناك توجيهات لبعض الإعلاميين أن يجروا مقابلة مع فلان ولا تجري مقابلة مع فلان، وهكذا تحدد الأسماء قبل ما أن يأتي الإعلام إلى أي نشاط. هذا معيب أن تقوم جهة أو حزب بتحديد أسماء الذين يجب أن
تعمل القناة التلفزيونية أو الجهة الإعلامية مقابلاتها. كيف من الممكن تجاوز مثل هذه الإشكاليات؟ قلت سابقا الحب، يجب أن نحب بعضنا. ثانيا الوعي. ثالثا الظروف المحيطة بنا نحن الكرد والتي تستهدف وجودنا وكياننا، يجب أن نعي هذه المسائل، يجب أن نتوحد. للأسف الشديد لا يوجد لدى المثقف جهة يستطيع أي مثقف أن يستطيع الاعتماد عليها. السياسة دخلت في كل شيء، وأحزابنا عن طريق نظراتهم الأيديولوجية الضيقة، وكأن أحزابهم هي الأهداف، يسعون إلى الأهداف، تتعاظم دور الأحزاب، وكأن الأحزاب ليست أدوات للوصول إلى كردستان. أنت الآن نائب رئيس اتحاد الكتاب الكرد سوريا، لماذا لا يقوم اتحادكم بفتح حوارات بين المثقفين حول قضايا الفكر والثقافة ضمن أسابيع للأدب والفكر؟ هذا السؤال ربما هو جوهر المقابلة. بصراحة نحن خلال فترة التأسيس التي امتدت لمدة عام قمنا بنشاطات كثيرة ومتنوعة ومتعددة، رغم أن كانت هيئتنا الإدارية فيها ناس معطلون، ولكننا قمنا أنا والأستاذ دلاور، وكانوا يساعدنا فرع قامشلو بنشاطات كثيرة، ويمكن أن تعود إلى صورنا ونشاطاتنا. قمنا بأهم هذه النشاطات كانت عبارة عن الاحتفال بيوم الشعر العالمي، ومنح الجائزة لتبني جائزة سيدة تيريج، وتبني أيضا جائزة المرحوم رزو أوسي وإطلاقها للعام الأول. النشاط الأبرز والذي سجل باسم اتحاد الكتاب الكرد سوريا كان إقامة أسبوع للقصة الكردية في كل عام بيوم 6 هو تاريخ نشر أول قصة باللغة الكردية للقاص فؤاد تمو 1913. اعتبرنا هذا اليوم يوما للقصة الكردية، وأقمنا أسبوعا قصصيا جميلا من كافة أرجاء روجافاي كردستان، وأطلقنا جائزة أيضا بذلك العام وفاز بها الأستاذ عمران يوسف. بصراحة تحريك الواقع الثقافي يستلزم طبعا الوجود الطاقات والخبرات والمشاريع. يجب أن يكون هناك دائما مشروع أمامك، المشروع والتمويل أيضا لاحق، ولكن إذا كان هناك مشروع، إذا لم تلقى هذا اليوم تمويلا غدا ستلقاه. الأساس في الأمر أن تكون هناك إرادة، أن لا تعيش دون مشروع، أن لا تعيش دون مخطط مستقبلي. فكون هناك طاقات وهناك خبرات، إذا تمكنا من توظيفها بشكل جميل وبشكل تستطيع أن تأخذ ما لديه من خبرة، فإنك ستنجح. اتحاد كتاب الكرد سوريا، هل عندكم مثل هذا المشروع؟ طبعا لدينا، والآن مشروعنا كالتالي: لدينا جمعية في الاتحاد للشعر، جمعية للقصة، جمعية للمسرح، جمعية للدراسات والبحوث.
تفعيل هذه اللجان أو هذه الجمعيات يعتمد بالدرجة الأولى على التخطيط. أي مهرجان عندما يحضره أصحابه فإنه سينجح. أما إذا كان سابقا حينما تأتي دعوة لسين من الناس وهو صحفي فرضا، ولكن هذه الدعوة هي دعوة لشاعر، فإن هذا الصحفي يذهب. إذا تأتي دعوة إلى قاص وهو يعلم بأن هناك نشاط قصصي في ديار بكر، يجب أن يكون الإنسان المناسب يذهب إلى المهرجان المناسب أو النشاط المناسب، أن لا يذهب شخص يعمل في الفلكلور إلى الشعر وإلى القصة وإلى المسرح وإلى الصحافة. شيء معيب. أستاذ محمد، أنتم في الاتحاد كيف ستعملون لتجاوز مثل هذه الإشكاليات؟ طبعا نحن الآن وضعنا أسس وخطط لمثل هذه الأمور. حينما يقام أي نشاط فقط المعنيون بهذا النشاط سيعملون فيه وسيحضرونه، سواء داخل روج آفاي كردستان أم خارجه. أستاذ محمد، أخيرا ماذا تحب أن تقول لمستمعي راديو هيفي اف ام؟ في الحقيقة خطوة مباركة وجميلة أن تتعدد وسائل الإعلام في مجتمعنا، ونحب أن تكون هذه الإذاعة نبض الشارع الكردي، وأن تدخل إلى كل البيوت، وأن تستمع إلى هموم الناس، وأن تنقلها إلى الرأي العام، وأن يكون نشاطها متنوعا، وأتمنى لها كل الخير والموفقية. شكرا أستاذ محمد. أعزائنا المستمعين، كان معكم الأستاذ محمد شيخو، نائب رئيس اتحاد الكتاب الكرد سوريا، في منتدى هيفي الثقافي على أثير راديو هيفي اف ام. إلى اللقاء. شكرا.
مالي شغل بالسوق مريت اشوفك، مالي شغل بالسوق مريت اشوفك، عطشان حفن سنين واروي على شوفك، عطشان حفن سنين واروي على شوفك. مالي شغل بالسوق مريت اشوفك، مالي شغل بالسوق مريت اشوفك، عطشان هيفي اف ام على شوفك، عطشان حفن سنين واروي على شوفك. وشلون انام الليل وانت على بالي، وشلون انام الليل وانت على بالي، حتى السمك بالماي يبكي على حالي، حتى السمك بالماي يبكي على حالي. مالي شغل بالسوق مريت اشوفك، مالي شغل بالسوق مريت اشوفك، عطشان حفن سنين واروي على شوفك، عطشان حفن سنين واروي على شوفك. حاير وادور عليك رحتي وعفتني، حاير وادور عليك رحتي وعفتني، وسويت انا وياك يل ما ردتني، وسويت انا وياك يل ما ردتني. مالي شغل بالسوق مريت اشوفك، مالي شغل بالسوق مريت اشوفك، عطشان حفل سنين واروي على شوفك، عطشان حفل سنين واروي على شوفك. ارد اعبر الجسرين كرخي ورصافة، ارد اعبر الجسرين كرخي ورصافة، واسأل على المحبوب من هو اللي شافه، واسأل على المحبوب من هو اللي شافه. مالي شغل بالسوق مريت اشوفك، مالي شغل بالسوق مريت اشوفك، عطشان حفل سنين واروي على شوفك، عطشان